رصدت رئاسة أمن الدولة نشاطا عصابيا يمتهن النصب والاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات من خلال انتحال اسم شخصية مسؤول وطلب المعلومات البنكية للأفراد والكيانات بحجة تقديم مساعدة مالية. وأوضحت أن هذا النشاط استخدم برامج للاتصالات الهاتفية وروابط مزيفة لمواقع إلكترونية حكومية وتجارية، واستهدف الكثير من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه من خلال المتابعة الأمنية تمكنت الجهة المختصة بالرئاسة من ضبط وكر إجرامي يعود لأحد ضعاف النفوس بمدينة الدمام، جهز منزله ليكون منطلقا لهذه العمليات الإجرامية بتوفير شبكة اتصالات تسهل تمرير المكالمات بأرقام محلية. وحذرت رئاسة أمن الدولة من الانسياق وراء مثل هذه الاتصالات، ودعت إلى عدم الاستجابة لها أو الإدلاء بأي معلومات عن هوياتهم وحساباتهم البنكية، مشددة على أهمية إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عما يرد من تلك الاتصالات والرسائل على الهاتف 330 330 أو مركز العمليات الميدانية رقم 990 في رئاسة أمن الدولة.